جميل بايك يسلم 15 من بشمركة تنظيمات أغريسور النار الحمراء للاطلاعات الإيرانية. من الواضح أن تاريخ البكك مليء بالتسلط والدمار، فهي تحاول التواجد في شتى المناطق والأمكنة، وتحاول إخلاء المنطقة المتواجدة فيها من أي تنظيم أو حزب كردي، وبعدها الاستيلاء على تلك المنطقة بالكامل. وهذا ما اتضح من تصرفاتها في شنغال إزاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في محاولة منها لإقصائه من المنطقة، غير أننا لم نرى أي محاولة مشابهة منها إزاء الدولة العراقية المحتلة. وكذلك في غرب كردستان، فقد أبعدت البكك جميع الأحزاب والتنظيمات المقربة من الديمقراطي الكردستاني وقواتها العسكرية والموسومة بقوات لاشكر روج، ولم تجزها، مع الإبقاء على العشرات من التنظيمات اليسارية التركية، بل وجلبها للغرب وبناء مخيمات عسكرية لها. وعلى نفس المنوال في شمال كردستان يؤطرون التنظيمات والحركات والأحزاب الكردية ويحددون أنشطتها. على العكس من ذلك، فقد سمحت لحركة يسارية تركية بتنظيماته في مدينة ديرسم عام 2015. وفي شرق كردستان، وبالتحديد في منطقة كيلاشين الواقعة بين جنوب كردستان وشرقها، لم تسمح البكك للحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران بالبقاء في المنطقة، فحاربته واستشهد 2 من بشمركة الديمقراطي الكردستاني. وبعدها، وعوض طلب السماح والعفو من الشعب الكردي وعوائل البشمركة شهداء، تحايلت البكك على الشعب الكردي، إذ عدت الحادثة مؤامرة للدول المحتلة. كما نشرت الكثير من الدعايات المضللة والمزيفة والباطلة تجاه وسائل الإعلام التي غطت الحادث المؤلم والمؤسف، متهمة في نفس الوقت هذه الوسائل الإعلامية بالعداء للشعب الكردي. ومن الواضح أن الهدف من ممارساتهم هذه هو تغطية الخيانة التي ارتكبوها ضد الشعب الكردي. في أيار عام 2001 وفي منطقة خنيرة، سلمت البكك 15 عضوا من تنظيم كردي يعرف باسم النار الحمراء أغريسور للاطلاعات الإيرانية باتفاق سري، وكان من بينهم محمد بنجويني. كان هذا التنظيم يناضل ضد إيران، وفي ذاك الوقت كان جميل بايك يقيم في مخيم خنيرة للبكك. أصدر بايك أوامر باعتقال هؤلاء البشمركة، فعندما قامت جماعة من مقاتلي البكك بزيارة مخيم بشمركة أغريسور، استقبلهم البشمركة استقبالا أخويا قائلين: هؤلاء ضيوفنا. غير أن مقاتلي البكك شهروا السلاح بوجههم واعتقلوهم، وكان عددهم 15 بشمركة، امرأتان و13 رجلا. وفي نفس اليوم حطت مروحيتان إيرانيتان كانتا تقلان موظفي المخابرات الإيرانية في مخيم خنيرة الذي تقيم فيه البكك. وبعدها تم تسليم جميع عناصر البشمركة 15 المعتقلين لدى البكك لأقرب نقطة حدودية لحرس الحدود الإيراني. محمد بنجويني كان أحد الأشخاص الذين تم القبض عليهم وتسليمهم للمخابرات الإيرانية ونقلهم إلى إيران وإعدامه هناك. وليست هناك أي معلومات مفصلة عن البشمركة الآخرين الذين سلمتهم البكك لإيران. وكذلك في آذار عام 1989 اتفقت البكك مع الحكومة العراقية، فقد كانت تراقب تحركات البشمركة على حدود جنوب كردستان وشمالها. وقضية هؤلاء البشمركة أحمد كادر وسعد الله أفضل ونزار محمد ومحمد حمدي ونزمي ورميلي وكذلك خالد ورميلي المفقودين، الذين كانت البكك ترصدهم وهم يستحمون، وبعد فترة وجيزة اختفوا من الوجود، وما زال مصيرهم مجهولا بين استشهادهم على يد البكك أو تسليمهم للحكومة العراقية. من هنا يتضح أن البكك كانت تأخذ بعين الاعتبار حساسية الدول المحتلة لكردستان، مغفلة شعور الحركات التحررية الكردستانية. وليس هناك لكل الدول المحتلة لكردستان، تركيا، إيران، العراق، سوريا، أي دلالة أو معنى لدى البكك، بل أعداء كردستان وحدهم هم الأحزاب والتنظيمات والحركات الكردية. فالعمال الكردستاني الإيراني يحارب الأحزاب الكردية في إيران ويناضل ضدها، والعمال الكردستاني التركي يحارب التحرريين الكرد في تركيا ويتسبب بقتلهم، وكذا العمال الكردستاني في العراق وروسيا. ودائما ما اتهمت البكك الديمقراطي الكردستاني بعدم حمايته الشعب الكردي، وأن البكك وحدها تحمي الشعب. والحقيقة هي أن السياسة التي تمارسها البكك تقود
تقود بالدول الأعداء لمهاجمة الكرد، ولم تفكر البككة بكيفية حماية المجتمع والشعب ولو لمرة واحدة. وخير مثال على ما نقول ما مارسته البككة خلال عامي 77 و 78 وتسببها بجعل أكبر المدن الكردية في تركيا مركزا للا استقرار والانفلات الأمني، وهذا ما مهد طريق الانقلاب 12 من أيلول. في هذه الفترة كانت تركيا غارقة في المشاكل وتتحين الفرص والمبررات لتطهير المناطق الكردية من أي حركة ونشاط كردي، وقد أهدت البكك هذه الفرصة لتركيا على طبق من ذهب، فكان مصير من قاوم أمام الأتراك خلال هذا الانقلاب الوهن والضعف والفتور، وهذا كان من أهداف البكك الرئيسية والمنشودة. وبهذا تم اعتقال الآلاف من طلبة الجامعات وفصلهم منها، كما تم قتل المئات من المخلصين الوطنيين واعتقال الآلاف من قبل الدولة التركية المحتلة وإلقائهم في غياهب السجون. وآنذاك قام أوجلان بعبور الحدود والفرار إلى الأراضي السورية بدون علم أعضاء وكوادر حزبه، بل حتى بدون علم زوجاته، وكأن شيئا لم يحدث في شمال البلاد. ما السبب في انصهار الكرد في القومية التركية في مناطق نفوذ البككة؟ من الواضح أنه وقبل ثمانينيات العصر المنصرم أن أقوى مناطق تواجد البككة كانت ديلوك، أورفا، آديمان، ألازيك، مرعش وملاطيا. ولو نظرنا الآن إلى هذه المناطق سنلاحظ غياب الكرديات في هذه المناطق بصورة مرعبة، وأن كرد هذه المناطق انصهروا وذابوا في القومية التركية إلى حد كبير. وهنا يتوارد سؤال جوهري، وهو رغم كون هذه المناطق من أقوى مناطق نفوذ وهيمنة البككة، ما السبب في انصهار غالبية الكرد في هذه المناطق في القومية التركية واندماجهم بهذا الشكل الغريب مع الأتراك؟ البككة لم تناضل كحركة تحررية كردستانية طيلة ولادتها وليومنا هذا، بل على العكس من هذا فقد عملت وناضلت كحركة يسارية تركية. وأقوى الأدلة والبراهين على هذه المقولة هو انصهار الكرد في الأتراك في مناطق نفوذ وهيمنة البككة، وهي تبني اعتقادا لدى الشعب الكردي أن للفكر القومي أضرارا بالغة وجدية، وبهذا يتم إبعاد الشعب الكردي من الكردية. وهي اليوم وفي كافة أجزاء كردستان الأربعة تحبب اللغة التركية للشعب الكردي وتقيمها عاليا في محاولة منها لإرجاع الكرد لحضن الأتراك. وخير مثال في هذا المجال نرى أن غالبية الكرد الذين هاجروا إلى أوروبا قبل 30 سنة الماضية يتحدثون اللغة التركية بطلاقة وناسوا لغتهم الكردية الأم. وكذلك فقد حدثت كبرى عمليات انصهار القومية الكردية في شمال كردستان بعد تسعينيات القرن المنصرم، وبالأخص في مناطق هيمنة البككة ونفوذها الواسع. وعوض تراجعها من ممارسة هذه السياسة الخاطئة والمعوجة نراها تتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن إقامتها للعلاقات مع تركيا تسبب في انصهار الكرد في القومية التركية داخل تركيا. باختصار نستطيع القول إن شمال كردستان كانت صفحة بيضاء وتاريخ ناصع، غير أن البككة بمحاربتها واستئصالها للتنظيمات والأحزاب والحركات الكردية الوطنية شوهت هذا التاريخ وكتبت تاريخها المتسخ والقذر على هذه الصفحات البيضاء.